منتخب مالاوي احسنت التصرف على اعتبار انها استفادت من خطا. نشوف التدخل هنا، عمليه الدخول داخل منطقه الجزاء، رميشي ثم عميدة المنتخب المالاوي شاوينغا تابيتا هي من حصل خديجة الرميشي تظهر الآن لها كل المقومات وكل تبارك. وسنتابع هذا اختبار أيضا لحراسة مرمى لم نرى كثيرا. شاوينغا أمامنا على الصورة تتقدم لكن تسجل هذه المرة. نعم تسجل، اختارت الجهة اليمنى خديجة الرميشي غير محظوظة. هذه الأشياء تقع تقف على هذه الأخطاء ويتم وستبحثنا ما دون أن نتحدث عن النسوة، ستبحثنا القيام بمحاولات هجومية وخطأ يا نهيلة. صعبة جدا هذه، صعبة جدا هذه. والهدف الثاني، الهدف الثاني نهيلة بنزينة لإبعاد الخطأ ولإبعاد هذه الكرة لم تكن بالشكل الجيد. يتم الاستثمار إذن هذه الكرة من جانب لاعبات المنتخب المالاوي. سادية نهيلة لعبتها بالراس، مشات العميدة تم الاستفادة منها والموقعة للهدف. كما نتابع اللاعبة رقم 6 وهي اللاعبة كابزيري روز. تشتيت وإبعاد الكرة من نهيلة بنزينة لم يكن بالشكل الجيد. خديجة الرميشي وجدت نفسها كرة بخط الوسط. حاول جانب لاعبات المنتخب الوطني المغربي ومرور جيد من سعود. تمريرة راسية، محاولة ديال تسجيل الهدف الرابع. الهدف الرابع قادم والهدف الرابع يحضر الآن. والهدف الرابع من لاعبات المنتخب الوطني المغربي بعد أن أضاف الحكم أو حكمت هذه المواجهة 4 دقائق. يأتي الهدف الرابع الآن ليعلن رباعية مدوية مغربية هنا بمدينة القنيطرة. كنزة شابيل هي من تمكنت من وضع هذه الكرة في المرمى. بالفعل لاعبة المنتخب الوطني المغربي كنزة شابيل التي تمكنت من زيارة الشباك بتسديدة مؤطرة. كنزة شابيل، كنزة لاعبة ستراسبورغ الفرنسي. مع ديال الاهداف مقابل هدفين. بلادنا كل التوفيق للمجهودات اللي كيقوموا بها ايضا الاطر الوطنيه. محمد عدلي يحييكم، نلقاكم قريب موعد، الى اللقاء.